السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. في بنات كتيرة جدا عندها مشكلة في البقع، بقع في الوجه، بقع في مناطق تانية، وبيكون عندها اثار حبوب. اثار الحبوب بتعمل فيما بعد بقع، والبقع دي بتضايقها حتى لو حطت فاونديشن او حطت اي كريمات تخفي، برضو البقع دي بتبان. انا جايبالك النهارده نوع زيت هتجيبيه من عند عطار يكون ثقة، لان الزيوت الايام دي بتكون مضروبة. خلي بالكم من الزيوت اللي انتوا بتجيبوها، ومش اي حاجة تحطوها على شعركم، مش اي حاجة تحطوها على بشرتكم. لازم تكونوا متأكدين من نوع الزيت اللي انتوا جبتوه ده انه كويس ولا لا. هنتكلم النهارده عن زيت اللوز المر. زيت اللوز المر مش الحلو، زيت اللوز الحلو انا متكلمه فيه في فيديو قبل كده، قبل الفيديو ده ان شاء الله ابقوا شوفوه، برضو حلو للشعر. انما اللي احنا بنتكلم عليه النهارده زيت اللوز المر، وهو للبشره. حلو جدا، هيعالج البقع اللي موجوده في بشرتك. بتدهنيه ازاي؟ اغسلي بشرتك كويس جدا بالغسول بتاعك، وتاكدي ان بشرتك نظيفه، وتنشفيها كويس جدا، وبتجيبي قطنه وتاخدي من الزيت ده وتدهني على البقع. بتعملي كل يوم يوميا قبل النوم، تخليه روتينك لبشرتك يوميا قبل النوم. وبيعالج الاسمرار اللي حوالين العين وحوالين الشفايف وكمان حوالين الانف. اي بقع او اسمرار موجود في البشره وتقدري تستخدميه على اي مكان في جسمك او اي مكان في بشرتك. حلو جدا زيت اللوز المر يا جماعه للبقع واثار الحبوب، بجد حلو قوي. وكمان لو عندك برضو الندبات او الاثار بتاعه الحبوب او الكلام ده كله، برضو بتدهني برضو بالقطنه، بس تاكدي طبعا ان بشرتك نظيفه. لو في حبوب في البشرة لازم نعالج الحبوب دي الأول قبل ما ندهن البشرة بزيت اللوز المر. طبعا هتعملي الموضوع ده كل يوم، وبتصحي من النوم الصبح تغسلي بشرتك عادي جدا بالغسول بتاعك. بس لازم تهتمي وتدهني كل يوم عشان الوصفة تجيب معاكي نتيجة. الوصفة ما بتجيبش نتيجة من أول مرة يا جماعة. هي هضحك عليكم لو هقول لكم ان الوصفة بتجيب نتيجة من أول مرة، لا، لازم نستمر عليها فترة عشان تجيب معانا نتيجة. اتمنى باذن الله الفيديو الخفيف اللطيف بتاعنا النهارده يكون عجبكم. اتمنى باذن الله وصفتنا السهله السريعه دي تكون عجبتكم. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.